السلام عليكم ورحمة الله. شاهدوا المفاجأة، لم تصدقوا حقيقة إفطار لاعبي المنتخب الجزائري في مباراة بوتسوانا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد. قبل أن أبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تمكن المنتخب الوطني الجزائري من تحقيق الفوز، فوز مستحق على نظيره البوتسواني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. مباراة شهدت لحظات مميزة على المستويين الفني والجماعي، وأيضا الجدل الذي أثير حول موقف معين خارج الملعب. لكن رغم الأداء القوي والانتصار المقنع، فإن الأنظار تحولت إلى مشهد أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر كل من رامي بن سبعيني ورياض محرز وهما يشربان الماء أثناء المباراة، مما دفع البعض للانتقاد أنهما قد أفطرا خلال شهر رمضان. لكن سرعان ما تم توضيح الأمور من قبل مخرج الكاميرا، حيث تبين بعد فترة قصيرة أن اللاعبين لم يفطروا بالفعل، بل كانوا فقط يستخدمون الماء للتمضمض دون بلعه، وهو أمر شائع بين الرياضيين للحفاظ على الترطيب أثناء المباريات دون أن يؤثر على صيامهم. إذا كانت هذه هي الحقيقة وراء تلك اللقطة التي أثارت الجدل. نأمل أن يكون هذا الفيديو قد أوضح الأمور لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات الشقية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.